بالمباراة مستقبل مرسى. النادي الصفاقسي المنتشي بانتصاراته الأخيرة ينزل ضيف ثقيل على الأولمبي البيجي صاحب المركز الأخير والمحروم في هاللقاء من خدمات مدربه محمد الكوكي بعد العقوبة المسلطة مؤخرا من الرابطة. إن شاء الله رب ذرة نافعة ممكن تكون هذه ان بوان بوزيتيف باش تخلي الملاعبية، وهذا اللي طلبنا منهم باش تخليهم يعطيوا مجهود أكثر من العادة، ونتصور ماهيش باش تأثر خاصة تأثير سلبي. فريق عاصمة الجنوب يتعاطف مع حماة تونس على طريقتهم الخاصة بعد وفاة شهيد الحرس الوطني عاطف الجبري في أحداث رواد الأخيرة، ودقيقة صمت ترحما على روح الفقيد تسبق المباراة. كلنا حاسين وكان نادي الصفاقسي معناتها على الأقل هاللفتة هذه لهالشهيد اللي حقيقة أعطاه روحه وأعطاه دمه لتونس. أصحاب الأرض أكدوا رغبتهم في كسب نقاط المباراة منذ البداية، ورأسية حمزة جلاسي كادت تمنح الأسبقية للأولمبي لولا براعة رامي جريد. الأولمبي البيجي واصل فرض ضغطه، هجوم مدروس وتسديدة عاطف المازني قبلها تألق الحارس السياسيس في 20 دقيقة لعب. الحناشي وزع على اليمين، كوياتي بالراس والعمدوني للركنية في أول فرصة تذكر للنادي الصفاقسي في هالشوط، ومرحلة أولى تنتهي بالتعادل السلبي قدم فيها الأولمبي مردود ممتاز هو الأفضل للفريق منذ بداية البطولة. أبناء حمادي الدو يدخلوا الفترة الثانية بقوة، وماهر الحناشي ما يستغلش موقعه المناسب ويضيع فرصة افتتاح النتيجة. الرد يأتي سريعا من الميساوي، مخالفة عنوانها الشباك، وهدف أول للباجية في 5 دقائق لعب من الشوط الثاني. هدف يجبر مدرب السياسيس على التغيير، محمد علي منصر مكان الدربالي والحناشي يصبح ظهير أيمن، والجزائري أمير سعيود مكان كمون، والمطلوب نجاعة أفضل في الخط الأمامي. في هالعملية كوياتي مهد المنصر، ولاعب النادي الصفاقسي يفقد توازنه ويضيع هدف التعادل. الأولمبي البيجي يعود له الهجوم، لقطة فنية من نبيل الميساوي، أجلاسي في التوزيع على الجهة اليمنى، ومروان بالغول يفشل في تضعيف النتيجة بعد تصدي رامي جريد. السياسي يمر للسرعة القصوى في نهاية المباراة، فخر الدين بن يوسف بمجهود فردي يسدد، والعمدوني يتألق ويحافظ على نظافة شباكه. ثم دفاع الباجية يستميت أمام كرة محمد علي منصر، ويحكم على المباراة بالنهاية بهزيمة للنادي الصفاقسي تفرض بعض التعديلات للمواجهات القادمة، وفوز مستحق لأصحاب الأرض هو الأول على ملعب بوجمع الكميتي منذ بداية الموسم. لأول مرة أنا في كاريري كمدرب نطلب من اللاعبين انهم يلعبوا على خاطري ويهدوا لي المباراه. الحمد لله كانوا رجال، كانوا بيان ابليكي، كانت العزيمه موجوده، انتصار في اعتقادي كان مستحق نتيجه واداء ومهم جدا، خاصه لما تفوز على احسن فريق موجود في الرابطه المحترفه الاولى. الأولمبي البيجي يستحق الفوز وفاز وما نحيروش الاستحقاق بتاعه. بالمناسبه هذه مبروك للأولمبي البيجي اللي قدم مقابله معناها ممتازه وفاز. بالنسبه لنا احنا ما دخلناش بالباهي في الماتش، خاصه 25 دقيقه الاولى جاتنا، رغم اللي جاتنا فرصه. الشوط الثاني قدمنا نزلنا للهجوم، حاولنا نباغتوا المنافس، لكن باغتنا هو بهدف معناها ياثر كره ثابته. حاولنا نرجع في المقابله، دخلنا المهاجمين تقريبا الكل اللي عندنا في البنك الاحتياط، جاونا العديد من الفرص. مامان يوسفوس معنا برشا حديث مازال ما رجعش، معناها من تحريض من وكيل اعماله باش يبقى غادي. شنو هو الصحيح والنادي الصفاقسي قاعد يعمل في الموضوع هذا؟ تعرف هذايا معناتها بالنسبه لنا ماهوش ملاعبي محترف هذا، ولا معناتها نتاع ملاعبي، حتى ما عادش نجموا نخرجوا عليه حتى اسم ملاعبي، ولذا احنا يظهر لي معناتها بالنسبه لنا قررنا ان نبعثوا دوسيه للفيفا ويوقع تعليقه نهائيا، وكهو يلزم يتربى هذا انسان معناتها يعمل حاجات كيما هذه في عهد الاحتراف. فما برشا ضغط ولا على الحكام وعلى الناس الكل وعلى الرابطه وعلى الجامعه، والناس كل ولات على اعصابها، ولات قاعده تصير حوايج مش معقوله. دونك بادر منا نحن كحكام ان شاء الله باش نعملوا نهار الجمعه في المستير، باش نعملوا قاعده باش نشوفوا شنو وضع التحكيم، استدعاء رسمي لكافه الحكام انترناسيونال والمساعدين والمراقبين والصحافه مرحبا بهم يجيو، وباش نشوفوا معناتها الحكم ماشي يعاني وشنو معناتها شنو الحلول اللي نجموا نعملوها باش نكملوا ان شاء الله الشامبيون على خير والناس كل تاخذ حقها وما غير ضغط، وطلعوا الناس كل تلعب كوره وما غير حتى